بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة الخلق وحبيب الحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الأندلس الصغيرة طنجة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2025 للميلاد. عنوان محاضرتي لهذه الليلة: النفوذ الأمريكي خطر على الملكية المغربية، والتطبيع يستهدف إلغاءها. فأقول وتوفيق ربي أسأل: التطبيع العربي مع الكيان العنصري قام على أساس التبعية، والدول المطبعة ليس لها إلا أن تطبع في خداع لشعوبها باسم الشعوب، حين تأتي برؤساء الوزارات أو الحكومات للتطبيع نيابة عنها، وليس عن الشعوب الرافضة، فهي لا تستند إلى شعوبها من أجل حمايتها، تستند إلى الأجنبي، نعم، وهذا الأجنبي يسير بها وفق ما يراه مصلحة له. ومن أعلى المصالح القضاء على هوية الشعوب وثقافتها وخصوصياتها، فلا بد أن تستجيب طوعا أو كرها. ومن الدول التي ركبت قطار العار الدولة المغربية، ركبته منذ زمن، ولكنها كانت فيه متنكرة، فكان التطبيع ليس مقدمة لإنهاء الملكية في المغرب، لأن المقدمة قد كانت بانقلابات عسكرية موالية لأمريكا على الملك الراحل الحسن الثاني، بل هي بالضغط الأكبر على دواسة الوقود للوصول إلى الهدف. وقد نشر علي عتا زعيم حزب التقدم والاشتراكية منشورا يتحدث فيه عن انقلابات سبعينيات القرن الماضي، ويعتبرها أمريكية. والطريف أنني حينها كنت مطبوعا بالاشتراكية انطباع الممانع، وكنت إذا ألقيت محاضرة في طنجة استدعاني قسم الاستعلامات للتحقيق معي، وذات يوم كنت أحمل معي ذلك المنشور، فأخذوه مني وكأنهم تمكنوا من صيد ثمين. إن أمريكا تتغلغل في المغرب بغية الهيمنة عليه، لأن المغرب بوابة الألفية الثالثة، وقد حاضرت في هذا الموضوع، والمحاضرة منشورة في قناة الإشراق العلمي. المهم أن أمريكا ما لم ترفع يدها على المغرب ستحكم العالم بواسطته في الألفية الثالثة، ستحكمه بسلاح الغذاء، وسلة الغذاء هي المغرب بفوسفاته. ولكي تدركوا هذا، تذكروا موقف ترامب من الصحراء ووعده بفتح قنصلية أمريكية في الداخل ثم تراجعه. تذكروا تصريح أمريكا عن الحكم الذاتي أنه يجب أن يكون حقيقيا، والمغرب لا يريد حكما ذاتيا حقيقيا، بل يريده تابعا له، وهذا لن يحصل عليه، لأن أمريكا من خلال ذلك الحكم الذاتي ستشرف بنفسها على المغرب وعلى الجزائر وعلى الصحراء وعلى الخيرات المدفونة تحت رمالها وفي قيعان بحارها. فترامب لا يمثل نفسه، بل يمثل ثقافة الهيمنة لدى الإرادة الأمريكية، لدى الإدارة الأمريكية، سواء كانت بترامب أو بمن يخلفه. ومما لاحظنا من تصويت مجلس الأمن على المشروع الأمريكي المتعلق بالصحراء، لاحظنا استغلال الحدث، نعم، لاحظنا استغلالا للحدث في المغرب، ولاحظنا تحريكا للناس وكأن نصرا حقيقيا قد تحقق، والأمر ليس كذلك. فالمغرب قد أوشك على أن يكون تابعا لأمريكا كلية. صحيح أن فيه بقية من نفس المقاومة للاستعمار الحديث المتمثل في أمريكا، كما كانت المقاومة على عهد الحسن الثاني الذي نجح. نعم، الحسن الثاني نجح في قصف أجنحة أمريكا وسط الجيش، بحيث أعدم عملاء أمريكا ووقف بالمرصاد لعملاء السياسة من التقدميين.
وأبعد القاعدة العسكرية الأمريكية من مدينة القنيطرة. ومع ذلك لم تيأس أمريكا، نعم لم تيأس، فدخلت على الخط بوزير خارجيتها الأسبق جيمس بيكر، وكنا قد نشرنا مقالات بشأن ذلك في حينه، حذرنا من وضع ملف الصحراء بيد أمريكا، فهي لا تريد حله بل تريد التمطيط من أجل غاية الهيمنة، وهي الآن قد وصلت إلى تلك الرؤية بتأييدها للحكم الذاتي ودفع مجلس الأمن للتصويت دون فيتو. ولا يقال أن ذلك قد كان مصلحة وطنية للمغرب، بحيث كان الأمر متعلقا بالتطبيع مقابل كسب الصحراء. لا يقال ذلك، لا يقال ذلك. فالسياسي الكيس يدرك أن مجرد التراجع، السياسي الفطن يدرك أن مجرد التراجع عن فتح القنصلية وأن الأمر متعلقا بالحكم الذاتي الحقيقي، فمجرد إدراك حقيقة ما ذكر يجب وضع خط عريض تحت كلمة الحقيقي، الحكم الذاتي الحقيقي. فالأمر فيه دخن، نعم الأمر فيه دخن. فالكذب والإجرام عقيدة سياسية عند قادة أمريكا من أجل المصلحة الأمريكية، فأمريكا تريد أن لا يهيمن المغرب على منطقة الحكم الذاتي عمليا، يهيمن عليها إعلاميا نعم، بالبروباغندا نعم، أما أن يهيمن عليها حقيقة فلا. فالهيمنة لأمريكا على منطقة الحكم الذاتي بوجوه مغربية أو صحراوية. أمريكا دولة أدركت أن مستقبلها في المغرب والجزائر والصحراء التي بينهما، فبادرت إلى أخذ مكان لها في المنطقة تسير بها وفق رؤية لا تسمح فيها بدخول أي طرف أوروبي أو صيني أو روسي. ولا يقال أن أوروبا موجودة بفرنسا التي لا تزال لها مصالح في المغرب، ولا تزال اتفاقية إكسليبان تربطها به، لا يقال ذلك، لا يقال ذلك. فالولايات المتحدة الأمريكية في عصبة الأمم، ومن بعد ذلك في الأمم المتحدة، قد وضعت على عاتقها القضاء على الاستعمار التقليدي والقضاء على الملكيات في العالم. ولذلك فهي حين تنشئ علاقات تناور بها بغرض أن لا يؤثر سير البلد نحو ما يرفع يدها عن المغرب والجزائر. انظروا إلى الجزائر، فهي اليوم في وضع ليس كوضع المغرب، ولكنها من حيث المظلة واقعة تحت النفوذ الأمريكي، ولن تسمح أمريكا لأي دولة مؤثرة كالصين وروسيا أن تزيح مظلتها فتستبدلها بغيرها. الخلاصة أن أمريكا بالصهيونية المسيحية قد مكنت للصهيونية اليهودية في بلاد كثيرة ومنها المغرب، وبتلك الصهيونية توجد لنفسها موطئ قدم. وإن شئتم أن تتأكدوا، إن شئتم التأكد، انظروا إلى المناورات العسكرية التي كانت مؤخرا بين لواء جولاني القاتل لأطفال غزة والجيش المغربي، وانظروا إلى ما كان قبل ذلك من زيارات لرجال أمن المغاربة وتنسيق أمني بينهم وبين أمريكا. وكنت قد نشرت مقالات في الموضوع سابقا أحذر فيها من السماح بإنشاء علاقات بين رجال الأمن والجيش. والسياسي لا يفوته استحواذ أمريكا على سلاح الطيران الإيراني، والذي منعته من القيام بأي دور ضد ثورة الخميني العميل لها. فقد كان هويزر قائد قوات الحلف الأطلسي سابقا ينزل بمروحيته على مرأى ومسمع من شاي إيران يضبط سلاح الطيران لكي تنجح الثورة الإيرانية الأمريكية، وقد نجحت، نعم لقد نجحت. هناك نماذج كثيرة للمثال، ولكنني أقف فقط على التغلغل الإسرائيلي والأمريكي في المغرب اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، بهدف وضعه على قاعدة تخدم مستقبل أمريكا
وتفوقها وتحكمها في الألفية الثالثة بواسطة بلد المغرب مع جر الجزائر إمعانا في تأمين الهيمنة المستقبلية. وعليه فالملكية في خطر، والشعب المغربي في خطر، والعمل ماض على قدم وساق من أجل إرساء مشروع الهيمنة. فإذا تمكنت أمريكا من الأمن والجيش ستنتقل إلى المدنيين من أجل إخضاعهم للأمر الواقع. نعم، ستنتقل إلى المثقفين من أجل إخضاعهم أيضا للأمر الواقع. وهذا العمل يقام به الآن، ولكنه ليس بالشكل المطلوب. سيكون ولكن بعد حين قريب جدا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.